السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل الرز المعمر، بس هنعمله اللي هو المسكر اللي هو الحلو، بطريقة سهلة جدا وحلوة قوي. كل حاجة ان شاء الله هعرفكم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين لونه كمان حلو جدا، والطعم بقى ما اقولكوش. ما تنسوش بقى اللايك علشان اعرف ان الفيديو ده عجبكم. اول حاجة معايا هنا كوباية ونص من الحليب اللي هو اللبن. كمان معايا نص كوباية من السكر، نفس الكوباية اللي عايرت بيها الحليب والرز هعاير بيها السكر. هبتدي اني اقلب السكر مع الحليب كويس جدا لحد ما السكر ده يدوب. طبعا الحليب انا غليته في الاول خالص، يعني مش جبته من التلاجة وهضيفه على الرز. انا غليته وبعدين بعد ما غليته حطيت عليه نص كوباية من السكر، ركنته كده على جنب. وبعدين جبت الطاجن، او ممكن تعملي بقى في الصينية الحاجة المتوفرة عندك. هضيف عليه كوباية من الرز انا غسلاه، يعني ما نقعتوش، غسلته وصفيته بقى كويس جدا من المية، وبعدين حطيته في قلب الطاجن. عندك زبادي ضيفي، انا كان عندي معلقة واحدة بس كبيرة فضفتها. عندك العلبة، هي العلبة الصغيرة بتكون تقريبا معلقتين كبار من الزبادي. ضفت كده معلقة من الزبادي، وضفت كمان نص معلقة من الفانيليا. وهضيف كمان زي ربع معلقة كده من الملح، يعني حاجة بسيطة خالص. وهبتدي اقلب بقى كويس جدا لحد ما كل المكونات تختلط ببعض. وبعدين هجيب سمنة متوفرة بقى عندك اللي انت هتضيفيها. انا ضفت سمنة بلدي، ضفت معلقة كده كبيرة. هابتدي إني أدوّبها بقى كويس جدًا مع الرز، لحد ما أحس إن الرز بقى مفلفل زي ما أنتم شايفين كده. بعدين هابتدي إني أجيب اللبن اللي أنا دوّبته مع السكر، وهابتدي إني أحطه على الرز. أنا عندي هنا كوباية الرز خدت كوباية ونص من الحليب. طبعًا لو أنتِ عارفة إن الرز بتاعِك بياخد يعني سوايل أكتر، طبعًا أنتِ بتكوني عارفة يعني زوّدي عن المقدار اللي أنا قُلت عليه. ضِفت بقى الحليب كلّه هنا. أهم حاجة يبقى الطاجن أو الصينية التِلت بتاعها يكون فاضي من فوق، يعني ما أكونش مزوّدة الطاجن لحد فوق كلّه سوايل. طبعًا كل الحليب ده هينزل يعني، هيُقع كلّه في قلب الفرن. ضِفت كده معلقة برضه من السمنة البلدي على وِش الطاجن، وكمان معايا علبة قشطة. هابتدي إني أفضّيها كده على وِش اللبن. لو أنتِ عندِك قشطة بلدي طبعًا هتبقى أحلى بكتير، وطعمها يعني مميز جدًا وحلو أوي. لو مش عندِك فضيفي دي. كمان أنا ضِفت هنا علبة القشطة علشان أنا اللبن اللي مش مستخدماه مش لبن بلدي، أنا مستخدمة لبن علب. فطبعًا اللبن البلدي بيفرق جدًا. دخّلتها بقى على فرن عالي أول 10 دقايق على النار اللي هو الشواية لحد ما خدت لون من فوق. وبعد كده يعني شغّلت بقى الفرن من تحت عشان تكمّل السِوَى. طبعًا خلّيتها على نار متوسطة لحد ما الرز بتاعي كلّه استوى. باخد كده شوية من الجنب وباتأكد إنه استوى والّا لأ. ده بيكون شكله النهائي. الرز مفلفل مش معجن خالص. كمان السكر اللي أنا ضِفته كان مضبوط. لو أنتِ حابة الرز بتاعِك يكون مسكّر عن كده زوّدي شوية من السكر، إنما هو كان السكر حلو جدًا. كمان يعني مش دلع كده، لأ حلو أوي. كمان الرز نَفْسه كان طعمه تحفة. كل حاجة في الوصفة جميلة جدًا. والرز هاورّيكم، أنا هاقطع حتّة وهاورّيكم قد إيه الرز مفلفل مش معجّن خالص. كمان في وِش كمان إحنا لمّا بنضيف اللبن البلدي بيعمل وِش أحلى من ده بكتير طبعًا. فطبعًا لو الفيديو عجبكم أنا مش هاستنى بقى رأيكم في الكومنتات، إن أنتم تقولوا لي إن الفيديو عجبكم. كمان لايك بقى وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وكمان سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في القناة. بصوا هنا أنا باقطّع قطع كده،
بُصّوا، هي الطاجن يعني بيحكي عن نَفْسه بصراحة. كمان لو أول مرّة تعملي رُز معمّر، هتعمليه بنفس الطريقة حلو جدًا. كمان لو أنتِ عايزاه رز معمّر اللي هو اللي بيكون ناكله جنب الأكل اللي هو الحادق، هنشيل السكر وهنزوّد معلقة من الملح بدل السكر علشان يبقى حادق. إن شاء الله هابقى أعمله معاكم في فيديو تاني. هنا باورّيكم الارتفاع بتاع الرز. كمان بُصّوا، يعني باقطع الرز، الرز يعني مفرفر خالص، ما فيش حاجة لازقة في التانية. كمان لونه حلو جدًا وطعمه كمان كان حلو أوي. يا رب الفيديو يعجبكم.